وانا بلعب على الجراند ماستر بقابل هاكر الأوم وهاكر السرعه وهاكر كشف الاماكن، ولكن لاول مره اقابل هاكر بنت. حرفيا دي من اقوى الهاكرات اللي قابلتها، فهل هكسب الجيم واطلعها على المطبخ ولا هخسر واضيع البويات؟ اكتب في الكومنتات اخر مره قابلت هاكر امتى، ويلا بينا ونقول بسم الله. وزي ما انتم شايفين ابتدى التصوير من اول لما كنا واحد وحرفيا انا شفت حاجات غريبه في الجوله اللي فاتت وندمت ان انا ما صورتهاش، ولكن في الجولات اللي جايه في حاجات اغرب حصلت معايا. يعني دلوقتي بص، انا سامع صوت هنا عند الكونتينر تمام، واهو في صوت اهو، ولكن ما كانش في حد موجود. بص اول لما لفيت ورجعت تاني بص بقى اللي حصل. بص بقى اتغدرت ازاي. بص تعالى بقى نشوفه ازاي مت اهو. بص اول حاجه كانت مستخبيه، انا سامع صوت، قلت لكم انا سامع صوت، ولكن هي كانت مستخبيه جوه الكونتينر. يعني هي هاكر بتعدي ما بين الحيطان وكمان بتجيب هيت شوت وسرعه، فاللي هو هي جت هنا امتى اصلا؟ احنا لسه بادئين الجوله. وبعدها دخلنا على الجوله الثانيه، واول حاجه جت في دماغي ان انا اقف في حته ما فيهاش كفرات، عشان كده قررت ان انا اروح اقف عند الحيطه دي اللي هو هي مش هتلاقي حته تستخبى فيها تمام. يعني اول لما تيجي هتبقى في وشي على طول. وادي اول واحد منهم جاي عامل لي فيها عم البطل، ورحت سارقه في ساعتها والشباب فنشوه تمام. وزي ما انتم شايفين اول حاجه عملتها وانا وقفت من ناحيه الحيطه عشان خاطر ما يبقاش حواليا بيوت او حواليا حاجات هي تستخبى فيها. فضلت امن وبعدين رحت طالع، واول لما طلعت هو ده اللي حصل. دمي بقى تف، ولكن ما شاء الله اول لما عبيت دمي وطلعت ببص لقيت الشباب جايبينهم كلهم، ولكن حتى اخر واحد الشباب جابوه. عاش علينا. وكده الجيم 2-2، وحرفيا الجيم مولع نار، وحرفيا كلنا كنا بنلعبه باقوى ما عندنا عشان خاطر ما نخسروش الجيم ده ونطلعوا المفعله ديت على المطبخ. ولكن اللي حصل ما كانش متوقع. وهنا اول ما بدأ الجوله رحت ماسك سنايبر وقلت لازم امسك على اصحابي كفر عشان خاطر امنهم واضرب على اول واحد، لكن ما جيتش فيه. واول لما ظهر واحد منهم رحت مديله هيت شوت في دماغه وموقعه على الارض، ولكن مش هو ده هدفنا، احنا هدفنا المفعله. وبعد ما جبت هيت شوت رحت طالع ولقيت واحد فوق السطح. اول لما طلع رحت مديله 150، ولكن للاسف ما وقعش. بعديها قررت ان انا اروح ابش عليه، بس وانا ببش عليه ببص لقيت المفعله وراه ولسه بديها، لقيتها ضربتني ضربه ام في دماغي. على المفعله. بص الطريقه اللي ممكن بيها، بص مفعله وبوته كمان، لا اله الا الله، مفعله وبوته ازاي مش عارف الصراحه. طب بص بقى بالله عليك، انا ما موتش طلقه راس ازاي بقى؟ دمي كان كامل زي ما انتم شايفين، وبرده اخدتها يعني 150 بس وقعتني. ده تفعيل جديد يعني، ده دمج اكتر، ده تفعيل دمج مش فاهم انا الصراحه. يا رب جارينا ترد علينا بقى وتبطل الهكرات ديت. ودخلنا على الجيم اللي بعده، اول حاجه ببص لقيت تونج داخل عليا ولسه جاي ادمجه، لقيت نفسي خدت طلقه وانا بهاي لقيت تونج راح ناطط بالفيكتور وموقعني. بس الشباب عاش عليهم جم وراحوا موقعين ومفنشين، وهنا حرفيا اتزنقنا وهم كانوا عاملين لحدهم كنابل وبش علينا مره واحده. ولكن للاسف في مفعله من هناك وواحد من هنا جاي عمال يتبربر. زي ما انتم شايفين اتزنقنا في المكان وما عرفناش نكسبه فين وضاعت البويات. بص بقى الطريقه، بص بقى سيبك من ده كله، بص بقى الطريقه اللي انا مت بيها. يعني انا بص بالله عليك، بص طب اجيبه ازاي ده؟ طيب والنبي قول لي والنبي المفعله دي اجيبها ازاي؟ انا بتنط، اول لما تنط تضرب خلصت الجيم، اول ما تنط تضرب خلص الجيم. يا جارينا ويل لكل مفعل. طب اخواتي ده كان الفيديو بتاع النهارده، وزي ما انتم شايفين للاسف ضاعت البويات. ولو عجبكم السلسله اللي انا بنزل فيها عن الهكرات اللي بتقابلني اكتبوا لي في الكومنتات عشان انزل فيديوهات جديده عنها. وسلامون.